بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استمعت لمقطع فيديو للمرجع عبد العزيز الريس يهون فيه من حفظ الصحيحين، بل ويسميه فتنة حفظ الصحيحين، ويعنون لهذا الفيديو بهذا الكلام، وأن حفظ الصحيحين من الفتن والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله لم يسبق إليه عبد العزيز الريس، ويخشى على هذا الرجل من الكفر والردة كيف يصف حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فتنة وأنه من الفتن. هل الفتن إلا معصية لله سبحانه وتعالى؟ هل الفتن إلا مما ليس على دين الإسلام وعلى منهجه القويم؟ كيف تقول ذلك عن صحيح البخاري وصحيح مسلم أن حفظهما من الفتن؟ أي فتنة؟ أي حفظ صحيح البخاري أيصد عن سبيل الله جل وعلا؟ من حفظ صحيح البخاري أيفتن في دينه؟ من حفظ صحيح مسلم أيفتن في دينه؟ كيف تقول ذلك؟ أليس لك عقل يا عبد العزيز الريس؟ أليس لأتباعك عقل يا عبد العزيز الريس أن تقول ذلك على كتاب البخاري وكتاب مسلم؟ والله ما مثلك إلا كمثل رجل أراد أن يأخذ ثمرة من شجرة ثم لم يستطع، فتفل على هذه الثمرة وقال إنك حامضة، فهذا هو مثلك. عجزت أن تحفظ الصحيحين ثم أخذت تطعن في حفظ الصحيحين وتطعن في من أخذ يحفظ الصحيحين، وتقول هذه فتنة لكم فلا تقدموا على حفظ الصحيحين ونحو ذلك. هل لك عقل قبل أن تتكلم في هذا الكلام القبيح؟ ما مثلك إلا كمثل الذي في الإمارات وهو وسيم يوسف لما قال إنه يشك في البخاري ومسلم. ما مثلك إلا كمثل هذا الرجل لما قال إن داعش قد خرجت من حلقات تحفيظ القرآن، وأنت الآن في هذا المقطع تقول إن هذه الحلقات حدثني بعض الناس أنهم كانوا يجمعونهم ويأخذون متميزين، فهي تفريخ للتكفيريين. أليس مرادك في ذلك أن يلتفت المسؤولون إلى هذه الحلقات العلمية وتسكر هذه الحلقات العلمية وتلقى هذه الحلقات التي فيها حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الذي قدرت عليه في هذه الأيام ولم تقدر على إنكار المنكرات التي أعلن عنها هنا وهناك، تأتي تحارب حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس لك عقل؟ أما تتق الله سبحانه وتعالى؟ بل إن أهل العلم هم الذين حثوا على حفظ الصحيحين، وهم الذين رغبوا في حفظ الصحيحين، بل هم الذين حفظوا الصحيحين وغير الصحيحين. ولهذا يقول الرحبي رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمام. بل جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ثم قام فحدثنا ثم قام فصلى ثم قام فحدثنا إلى أن غابت الشمس. ماذا قال الصحابي؟ قال: فكان أعلمنا أحفظنا. وهذا فيه دليل على أن الحفظ لا بد منه في طلب العلم. أما يأتي أمثال هذا الرجل المرجئ ويهون من حفظ كتاب البخاري وحفظ كتاب مسلم ويقول لا تحفظ الصحيحين، بل يقول إن حفظهما فتنة، وهذا والعياذ بالله كما ذكرنا لم يسبق له هذا الرجل، وهذه الكلمة تخشى عليه من الردة والعياذ بالله. ومغزاه ليس هو الصحيحين، إن مغزاه كما تقدم أن يلتفت المسؤولون إلى هذه الحلقات الشرعية وتسكر، ويأخذوا الإذن الشرعي من هذا وأمثاله، ويقولون شهد شاهد من أهلها. هذه الحلقات تخرج التكفيريين بشهادة هذا الرجل الذي غر الناس بأنه طالب علم وأنه وهو مبتدع والعياذ بالله، يدعو إلى الإرجاء وغير ذلك من المسائل الخطيرة. فاحذروا هذا الرجل واحذروا كلامه ولا تلتفتوا إليه، واجتهدوا على حفظ الصحيحين وغير الصحيحين، واجتهدوا على إظهار عورة هذا الرجل وأمثاله، لأنه هو الفتنة الذي فتن الناس عن دينهم، وهو الذي خرج وقال لو زنى الحاكم وخرج على التلفاز نص ساعة فإنك لا تنكر عليه إلا أمامه، أما بعده من خلفه فإنك تجمع الناس عليه. وسألته السؤال: لو هذا الرجل كان يزني بأحد محارمك، أجب إن كنت رجل يا عبد العزيز الريس، إن كان يزني بأحد محارمك هل ستسكت وتقول نجمع القلوب عليه؟ ما استطعت أن تجيب على هذا السؤال، ثم قلت لك عورك هذا السؤال وآلمك، أسحبه وأتيك بسؤال آخر: لو كان هذا الحاكم يزني ببنات المسلمين رغما عنهن وعن والديهن،
ما تقول، هل تقول نجمع القلوب عليه؟ أجب إن كنت رجل يا عبد العزيز الرئيس، أنت وصاحبك الفاسق ومن كان على شاكلتكما، تأتي تطعن في دين الإسلام وتطعن في حفظ البخاري وتطعن في حفظ مسلم وتقول إن حفظهما فتنة. فتنة عن ماذا؟ تريد أن يحفظ الناس كلامك وكلام صاحبك ويتركوا كلام البخاري ومسلم؟ قبحك الله أنت ومن سار على منهجك. فاحذروا هذا الرجل أيها الأخوة، فإنه قد نشط في هذه الأيام ويخرج بين الفينة والأخرى، يطعن في دين الإسلام في مباشرة وغير مباشرة، وينسب ذلك للسلف وللعلماء السائرين على السلفي على منهاج السلفي الصالح رحمه الله وإياهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.